اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير. هنعمل ان شاء الله مع بعض حاجة اقتصادية وموفرة في البيت. هنعمل جبنة للسندوتشات. من ربع كيلو جبنة هنعمل 2 كيلو من الجبنة. انا جبت لتر من الحليب وجبت عليه 200 جرام من النشا. كوبايتين اللي انتوا شفتوهم دول 200 جرام انا وزنهم. هنقلبهم الاول على البارد وبعد كده نرفعهم على النار. عفوا. لما يتقل معانا بالشكل ده، هي الطريقه دي يا جماعه انا شفتها من شيف اجنبي. هو كان يعني انا واخده الطريقه دي منه يعني. والله طعمها تحفه يا جماعه. انا جبت كده 200 جرام من الجبنه الموزاريلا. انت ممكن تحطي اي نوع جبنه، يعني ممكن وزنها قد ايه 200 جرام. انت ممكن تحطي جبنه رومي او جبنه شيدر او جبنه فلامنك، بس الفلامنك غاليه جدا للامانه يعني. وجبت بعد كده 150 جرام من الزبده، وممكن تقلليها ل 100 جرام. هنقلبها كده، هتحس ان هي فكت معاكي شويه، بس مع التقليب على نار هاديه جدا. نار هاديه جدا يا جماعه. هتفضلي تقلبي فيها بالشكل ده، هتلاقيها اتجنست مع بعضيها كده. هنفضل نقلب كده، الجبنه ساحت والزبده ساحت. هنجيب بقى علبه، اي علبه عندك مربعه او مدوره المتاح عندك، وهتصبيها فيها كده وهنحطها في التلاجة، يعني مش اقل من 6 ساعات. يعني ممكن تعمليها بالليل وللصبح. انا عملتها من بالليل وخليتها تاني يوم الصبح. هتشوفوا شكلها عامل ازاي معانا. بس طبعا بعد ما تبرد تحطيها في التلاجة، تحطهاش وهي سخنة في التلاجة عشان ما تعرقش معاكي في التلاجة. فبقت معانا بالشكل الحلو التحفة اللي انتوا شايفينه ده. وكان كمان يا جماعة في ربع معلقة ملح، بس ما ظهرتش معايا في التصوير. ربع معلقة صغيرة من الملح. لو حطيتي جبنة رومي حادقة ما تحطيش ملح. هي طبعا عشان الجبنة الموتزاريلا دلعة، فانا حطيت ربع معلقة صغيرة من الملح. بس طعمها كان تحفة يا جماعة. جربوها وان شاء الله هتعملوها على طول في البيت. متماسكة وجميلة جدا. دي تنفع بقى لسندوتشات المدرسة للولاد، خلاص المدرسة قربت، المدارس قربت. في المصيف تعملي سندوتشات في المصيف. ممكن تعمليها سندوتشات اللي احنا في الباتيهات والحاجات دي، تبقى حلوة جدا بالشكل ده. وبألف هنا وشفا يا رب.